أهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ تنور رجال المشاحنات والتربم شكله حابب خلاص نتكلم عنه كام يوم. لايك وسبسكرايب وشير ويلا بينا نبدأ. وحاجة كروان بعد ما خلصت ترند امبارح طلع النهارده بموضوع جديد. مش هكدب، الحوار الأخير ده مش ترند. كروان كره الناس في كلها حتى إبلي. هل ده ذنب ينجح حمادة ولا مريم سعيد وغيره وغيره؟ حتى لو الموضوع ده حقيقي، في حاجات كتير لكروان ما كانتش حقيقة، مجرد ترند. عرف عن مصعب ومفيش نزاع في الكلام ده. أكيد هو تاخد دهب، بس اللي حير الناس إن السيدة والعروسة قال كلام غير ده. قال إن كروان كذاب وبتاع ترندات، والمأذون اللي جه معانا ما كانش مأذون، كان واحد معاه بيقول إنه خد الدهب والآيفون في زحمة طبعا عن المأذون، بس كلامه متناقض. إنه بنفسه قال في الفرح ودوا له الشبكة والتليفون، أما الفرح باظ وكله مش. كلام متضارب، وللأسف لأول مرة أنصف كروان مشاكل، بس ما يمنعش إني من أول الشمتانين فيه. عارف إن ده مش صعب، بس أعماله الترندات اللي بيعملها الرئيسة كرهت كل الناس فيه وأنا أولهم، لأنه بيجيب مشاهدات وفيوز بطريقة مش حلوة وبيعرض حاجاته الشخصية زي ترند الفرح وغيره وغيره وغيره. وقال بلسانه إن جيش اللي بيطلعوا معاه يعملوا الترندات دي، وقال كده بلسانه زي ما سمعتوه نفسه بيقول كده. في ناس كتير طلعوا قالوا إنه بتاع ترندات وإن شريهان مساعداه الترند ده، حتى لو الترند اتقلب على دماغه لما أخدوا الدهب. بس الموضوع بدايته كان ترند، والفرح كله كان ترند، حتى المشاهير اللي حضر ما كانوش مشاهير قوي. ومفيش حد بيعزم مشاهير على العام، ولا في حد بيعرف مكان الفرح ولا اليوم لأي حد، إلا طبعا القرايب والناس المعروفين هم. وده ما حصلش أصلا. لو كان الموضوع حقيقي كان النجم محمد إمام بنفسه هيحضر، بس الموضوع كان ماركتينج بس لمسلسل الكينج، وهو عامل دور شعبي ومحتاج الفئة دي تتفرج عليه، يزود نسب مشاهداته، في نفس الوقت يظهر على السوشيال. في نفس الوقت كروان فرحان محمد إمام اتكلم عن بخصوص، حتى لو الموضوع ظهر المهم إني يحكيها فريج زي ما هو بيقول على لسانه. أي حد بيتكلم عن كروان يطلع يقول إنه بيعمل ترند وإنه بيحكيها فريج. كروان برضه متصرفش حاجة، فيوز على صفحته على الفيسبوك وعلى التيك توك زادت 10 أضعاف أو 100 ضعف. عندما كانت أقصى عدد فيوز بإجابة 500,000، دلوقتي داخل في 10 مليون و5 مليون. وشوفوا بنفسكم. هو بيساعد إن عيلة شعبان عبد الرحيم بيبقوا ريتش، وإن هو اللي شهرهم بيجيبوا أرقام بعد ما هو اتكلم عنهم وبعد ما هو نزل. بس في نفس الوقت هو استفاد، حتى لو خسر، حتى لو العربية ولعت بقصد أو من غير قصد، حتى لو الفرح باظ على عمد أو غير عمد، بس المكاسب أكتر. والدعم اللي نزل له على التيك توك كان كبير جدا، ممكن تتأكدوا بالأرقام. الموضوع اتقلب عليه وخدوا منه الدهب والآيفون، وهو كسبان في الحالتين، حتى لو العروسة ما جاتش، إنه تحول من شخص مشهور لشخص بيقدم محتوى حتى لو إسفاف وتفاهة. بس هو استغلهم واستغلوه وهو استفاد برضه. شاركوا رأيكم، هل بتأيدوا إنه يعمل حياته الشخصية بالشكل ده، أو إنه رجوز وبيعمل ترندات وخلاص؟ لايك وسبسكرايب لتقديم الأفضل لحضرتك. ما تقومش بالحوارات دي ولا بالله، يعني هي جت كده مش حلوه يا جماعه انا بقتش مخروب يا جماعه. المهم انا كلمت عدويه انت فين؟ قال لي انا في البيت. قلت له ده البيت، روح اقف مع اخوك عيب ما يسيبوش. انا بقتش مخروب. ايه حلوه في ايه؟ حلوه في ايه؟ طب عينيكم ان انا ارجع اشتغل على التيك توك تاني؟ نو. يا سلام يا اخي، والله العظيم اخلاقك العاليه دي احرجت ميتين اهلي وخليت عيط. انا مش فاهم هي ايه اللي حلو فيها؟ انتوا مش فاهمين الحوار. هتشتغل انا. طب اقول ايه؟ دفعت عليها بشرفي، عملت ايه؟ بكرامتي، يبقى ده الثمن اني قلعت. هل يا شيخنا فلوس التيك توك حلال ام حرام؟ بالنسبه لك انت فلوسك حرام. انا دلوقتي الناس قالت لي اللي انا بعمل الترند كل الكلام اللي كل الناس عايزه تسمعه، بس مؤقتا يعني عربون كلام. مفيش شقه. طب ما هي يا جماعه الشقه يعني اتضح ان في شقه. مفيش كتب كتاب حصل عشان المأذون اللي احي وجه حكيتها وجه حكتي منسل البنت تلاقي شوفين الوقت ده مش مأذون، او هو يخلوا على حساب انا بنتك من عمل نفسه مأذون. ده كان جاي مع كروان
وما كان تلعب بالليل تكلنا على حساب انا مش عارف انا مين اللي وقعني كده. ناس اليوم بتاع كتب الكتاب ده كان تاني يوم بعد الفرح كده مش عارف فين اللي طمرني كده، بقيت مخروب بهما لو قصدي بعد الصراحة. لو دافعين في الحاجه دي ما كانوش عملوا كده، ما كانوش مفيش كتب كتاب حصل، وبنتي معايا وموجودة في البيت. مش اي حاجه يا جماعه، لكن هما يا جماعه مستقصدين يعني مش. وكل الحاجات اللي انتوا بتسمعوها من عند خسرانين حاجه، طالعين واخدين ايفون ومش هحنكم عليه الايفون. كروان كل اللي هو بيقوله ده هو كداب. قسما بالله انا عملت محضر النهارده معلومه مؤكده، وانا يعني مش بقول هو كداب يبقى انا مثلا بشتمه. انا معالم مستشار هيثم عباس عمل لي محضر بقول لكم كده عشان هي دي الحقيقه، وهثبتها لكم ان شاء الله في اللايف. واول حاجه بيتسحب بالتليفون وانا ونتكلم كل اي حد عايز يسالني في اي حاجه هرد عليه وهقول له على اللي هو عايز يسمعه. اي هجيبه الحمد لله، يعني القانون بتاعنا فوق اي حاجه. يعني هي جت كده. المهم انا كلمت واللقطات اللي حصلت على قفايا والشهره اللي حصلت على قفايا دي حس الله ونعم الوكيل. ده كفايه البنات اللي بتعشق مناخيري وعيوني، ايه اللي عايزين يشوفوا عيوني؟ انا لو وريتكم ونعم الوكيل اشوف فيكم يوم زي ما انتوا عملتوا. موضوع المؤخر ومرات عدوية قالت له ايه؟ فيا كده اشوف فيكم يوم زي ما انتوا عملتوا. طب خلاص بلاش تكتب فلوس، اكتبها على الصداقة المسمى بيننا. كل فيا كده بس ربنا كريم على خساير. الكلام اللي انا بقوله ده متصور فيديو على تليفون خميس، ولا على عربيتي اللي ولعت، ولا كتبت الكتاب ده عملوا يلا على الصداقة المسمى بيننا احسن حوار وعملوا مشكله، شتموني وانا في البيت عندهم. اما الواد ايه كروان قاعد زعق مع مرات عدوية. اكتب ازاي اتشتمت انا يا جماعه، اتشتمت وانا في البيت وقام قالب قالوا زيه. انتم ما كتبتش كتاب، قلنا بس الكلام ما كتبتش كتاب. قام شاتمه. امسك التليفون يا انت. قام شاتم مرات عدوية. انا وعدوية كان فين؟ كان تحت معانا بس مفيش حد من انا ساعدها والله العظيم. كان تحت عند المقلة هنا. ماشي. خميس طبعا ولا ربع جنيه ولا اي حاجه، مفيش حد ساعدهم خالص، والشقه عندي. قام مش واخد فيوز قال له ما ينفعش، انا انتوا قاعدين عندي فنان سيد انتوا روحوا شوفوها، هو مختلف خالص. وتيجي تشتم مرات اخويا وانت كده بتهزقنا كلنا واحنا قاعدين مش عارف ايه تماما. انا هو مختلف تماما. قام الراجل بقى كمان اللي هو المأذون بتاعه قام واخد التليفونين تماما عن ايه؟ عن اخواته. فنان سيد رحنا تاني الايفون بتوع مين؟ بتوع كروان نفسه بقى. قام واخدهم وجاري بيهم على السلم. يوم كتاب ولا ما كتبش كتاب؟ اللي حصل بالظبط اللي هو اللي انتوا شفتوه في الفيديو، وهم اتصل من تليفون تاني تبعه يعني بالمأذون. ما بيخلصوا البتاع دوت المفروض بقى يكتبوا الورق. حصل في المشكله والطرد. جينا بقى تاني يوم قال له انا خدت التليفونات بس وقعوا مني قد ايه. المشكله دي على اختلاف سهل قايم على ما اعتقد، صح؟ على انه الكلام اتغير. الكلام اتغير وما بس نسي الكتابه كده او محامي بس ما اتفاق، لان ياسمين يعني واخدينها او حرامي الله اعلم، يعني هو حاجه في الثلاثه. حلو. كروان اللي متكفل بكل شيء، مفيش حد من انا ساعدها والله العظيم. طبعا اللي يعلم الحاجات دي ربنا. هو بقى صور الحته بتاع ولا ربع جنيه ولا اي حاجه، مفيش حد ساعدهم خالص، والشقه هو الراجل بيقول الكلام لو هو كده. الفنان سيد انتوا روحوا شوفوها، هو مختلف خالص تماما
بأمانة ربنا حد يقول لي يديكوا المنظر بتاع الفرح مختلف تماما عن ايه؟ عن اخواتي. فرح يعني. أنا أسمع إن في فنان سيء. رحنا تاني يوم شقة اترس عليها ناس بلطجية، ترسوا على شقة فكسروها. حسب الله ونعم الوكيل. لو انا بدي حاجه على قهوة أما يترس على الفرح دي فبتعب مساكي، لكن حقي ما بسيبوش. مش انتوا اللي تنصبوا عليا. اللي مش في تاريخ الشغلانة كلها. وعاملين فيها بشوات وباب النقار مخلع. يعني من قبل ما انزل من بيتنا انا كان بيكلمني ناس يقول لي ما تجيش فرح بنت في الاخر انا الكروان الصغير مش تبقى رحمة. واخد البنت تخلف في الكافيهات. طب ليه؟ لما اكون داخل القاعة كأني داخل اسرق القاعة. ليه؟ مين اللي بجد من ابوها واخدها ومصورها مع شاب. منظر الناس اللي بره غير اللي كمان اللي جوه مثلا مع بوتشكارت وعادي الامور عن كده. حبك يا عم سيد، والله كتير قوي بيقولوا لك انت راجل محترم عادي. معلش يا كروان ما تعرفش برضه. فاكر الموضوع ده غلط. انا ما اقصدش، انا فهمت ان الراجل ده معلش في الكلمه، ما هم بيغنوا يعني، هم مطربين، هي عيله كلها مطربين يعني حد بتاع ربنا وطيب، وعشان كده الناس بتحبه. هو هي متعوده. ممكن مطربين ممكن بتنزل عادي. ما انا يعني اللي ربنا بيحبه بيحبب فيه فعلا. مع باباها بتغني مع باباها، هم ممكن متعودين. يعني انت شفت فلوة قد ايه راحوا له الفرح. انا انت نسيبه وعربيه كوسك تولع وتنسلي تخني. للاسف المشكله ان التليفون بتاعه برضه اتسرق، مش عارف يوضح لكم الدنيا ماشيه ازاي برضه. انا حد قال لي هات بعدين. ما بص يا كروان خلينا صرحه برضه، ايه اكل عيش ابوها. انت قلت يا عم زي تليفونك ثانيه واحده اكلم كروان عشان مشي. انتم الماديه وحشه، صح ولا مش صح؟ انت يوم مشكلتك حسبي الله ونعم الوكيل فينا احنا ولا فيهم هم؟ حسبي الله ونعم. يوم مشكلتك ماشي، اكيد برضه عندك شغلك، عندك برضه حياتك، عندك فنزتك عايز الوكيل فيكي وفيكم كلكم بتطلع تتكلم، فهم ايوه فنزلوا. انت كلمه دي انت واحنا في القاعه هكلم كروان عشان مشي، عايز اعرف. انت متضايق علشان يعتبر هي زي مراتك دلوقتي. ايوه يعتبر. انا هروح له فيه فاديته التليفون قام واخده وخالع. انا قلت كل حاجه وسلمت انا والمقسوم. طبعا انا مش عارف في وسط ايوه ما انا شفت على الامضه، بس على الامضه شفت. ايوه الفات يعني انا مش فاهم. انا ما كنتش في الحفله بتاعتي. ربنا كريم يا كريم. وانا كنت موافق بيه مش عشان هو معروف او مش معروف، لان احنا مش محتاجين. الخمس ست انفار المجانين الهوتل اللي هم بيقعدوا يزرطوا يعني يكون عندنا حد متجوز واحد معروف او مش معروف عادي يصدقوا الزرط بتاعهم. معرفش، الموضوع بالنسبه لنا عادي يا جماعه. لا والله مش بتحبوا يعني كتب الكتاب. لا حوار كتب الكتاب ده، حوار كتب الكتاب ده بقى. عارف مش لاقي لكم ملكه، انا مش لاقي لكم ملكه لما انا الفرح بقى هو ما عرفش يكتب في القاعه عشان جري وساب. انزل مستوايا لمستوى الاشكال دي. لا هو
وروح البيت عمل لايف قال لكم فرحي باظ. اعمل ايه؟ لما مستوانا ينزل الاشياء. والعروسه سابتني وهي واهلها ومشي. انا اخر واحد خارج منه. بس اخر واحد خالص يعني بعد ما الناس بعد ما الحكومه جت. دعيت عليكم دعوه. عملوا الاصول يتعمل والبتاع ما بقاش فيها حد خالص. وربنا عمل فيكم اللي حصل ده كله. وهذا بعد كده مشيت. عليكم ده تاني. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم انتوا الخمسه. كبير خالص العبيط بتاعكم للعبيط الصغير. يعني ما تشرفوش حد ولا حد يشرف بمعرفتكم.